ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا جدا للكحك بالزبادي وعين الجمل. زي ما انتم شايفين كده الكحكاية دايبة دوب، جميلة قوي قوي قوي. هنعمل نص كيلو بس، هيعمل كل الكمية اللي قدامك دي. ندخل على طول في الوصفة بتاعتنا. الدقيق 3 كوب ونص، تمام. عليهم معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا الدقيق بتاعنا لازم يكون للكحك والبسكوت، تمام. تجيبي دقيق كده كويس تكوني عارفاه عشان الوصفة ما تبص منك. ده عين جمل مجروش كده، كوباية عين جمل مجروش. هنحطهم على الدقيق كده. والخطوة دي بجد بتخلي في الاخر الكحكاية جميلة قوي. اي قطمة تقطميها كده من الكحكاية بيبقى فيها عين جمل، بتبقى بجد حلوة جدا جدا جدا. هنضيف كمان معلقتين كبار سكر بودرة، ومعلقتين كبار سمسم. كل المكونات على بعض كده زي ما انت شايفة. وصفة الكحك دي سهلة جدا جدا جدا، بسيطة قوي. المقادير طبعا ان شاء الله هتكون متوفرة في بيتك. لا بس بقى ولا انك تقعدي تبسي في العجين ولا تحطي سمنة كتير وتخافي ان وصفة الكحك تبوظ منك. الوصفة دي سهلة جدا جدا جدا. المقادير كلها على بعضها، ولا نحتاج نبس ولا نعمل اي حاجة من الحاجات دي. قلبنا المكونات الجافة كويس جدا مع بعض. نيجي بقى للسمنة. السمنة كوباية سمنة وعليهم معلقة كبيرة، تمام. والسمنة دي انا حاطة سمنة بلدي، اللي عندك حطيه، مفيش اي مشكلة، مش لازم سمنة بلدي. بس بصراحة السمنة البلدي بتخلي طعم الكحك حلو جدا جدا، زيه زي بتاع المحلات بالظبط، تمام. ده روح الموز. بتخلي ريحة الكحك بجد حلوة قوي قوي قوي. بحطيت كده نقطتين، ما تزوديش اكتر من نقطتين، يعني لو انتي كترتي روح الموز دي هتمرر منك قوي، فلازم تكون نقطتين بس. حطيت نص زبدية وهبتدي اعجن. لقيت العجين محتاج تاني هضيف النص التاني، انما ما حطيتش الزبدية مرة واحدة، لا يعني حطيت نص الزبدية وبعدين هشوف بقى العجينة هتعمل معايا ايه. والعجينة مش مستاهلة عجان ولا الكلام ده كله، المقادير اصلا بسيطة، فعجنيها كده بايدك ومش هتاخد وقت خالص ان شاء الله. هنعجنها كويس جدا جدا كده زي ما انت شايفة. والزبادي مش لازم تعملي زبادي، يعني تجيبي زبادي بلدي زي، ممكن زبادي المراعي او زبادي جهينة، اي حاجة من الحاجات دي. وبرضو هتكوني حاطة نص الزبدية وتسيبي النص التاني. ممكن العجينة ما تحتاجش الا نص الزبدية بس، تمام. بس هي احتاجت معايا الزبدية كاملة، تمام. وهنبتدي نعجن كده، تمام. انا لقيتها وانا بعجن حسيت ان هي لا لسه مفرولة مني، فضفت نص الزبدية التاني، تمام. حطيت نص الزبدية التاني وهعجن بقى. هفضل اعجن لحد ما يعني 7 دقايق كده، لحد العجينة ما هتبقى طرية جدا جدا في ايدي. بجد الكحك وصفة الكحك دي حلوة قوي قوي. يعني انا عملت الكحك التاني بالملبن، باللي هي السمنة بقى كتير وكده. والله الطريقة دي يعني انا حسيت ان احلى من التانية، جميلة قوي 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 قوي. ناعم جدا جدا ودايب كده، وبعدين سهل، يعني مش صعب خالص. جربيه وانا متأكدة ان شاء الله ان هو يعجبك. حابة بقى تحشي ملبن براحتك عادي، مفيش اي مشكلة. بس جربي ان انت تحطي العين الجمل كده في العجين، بجد حلوة قوي قوي يا جماعة. اي قطمة تقطموها كده من الكحكاية بتبقى فيها عين جمل، بجد روعة. وبعدين الاطفال بتحبه جدا، تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنت 7 دقايق كده. بقت جميلة قوي اهو زي ما انتوا شايفين، طرية جدا في ايدي، بجد حلوة قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. ملمسها ناعم كده وجميلة قوي، حلوة جدا جدا. هجيب كيس بقى اغطيها كده
وهسيبها على جنب كده 10 دقايق. هي مش هتخمر ولا حاجة، بس هسيبها ايه ترتاح بس شوية كده. بس هغطيها اول حاجة. طبعا ما تنسيش تغطيها بكيس عشان ايه ما تنشفش منك، لان طبعا هي فيها سمنة، فعشان ما تنشفش وتشقق. فهغطيها بكيسة كده واسيبها 10 دقايق على جنب. تمام، 10 دقايق بس ترتاح شوية، وبعدين ايه اشتغل فيها. جبت بقى الصاجة بتاعتي والبصامة. هعمل كور بقى كده صغيرة. انا بحب بصراحة الكور اللي الكحكاية تبقى صغيرة كده، مش كبيرة. تمام، شايفين الجمال؟ العجينة ناجحة جدا جدا، لا مشققة ولا اي حاجة خالص. دي معناها ان العجينة ناجحة جدا وكويس. شايفين الجمال؟ عايزة تعملي بالمنقاش براحتك خالص، حابة تحشي بملبن براحتك برضو. بس انصحك ان انتي تجربي الطريقة دي، والله ما عدت هتعملي الا هي جميلة جدا جدا جدا. والتلاتة كوب ونص دقيق اعملوا معايا كمية حلوة قوي ما شاء الله. تمام، هنعملهم كلهم بالشكل ده، وهدخلها الفرن درجة الحرارة 180. لازم الفرن يكون سخن في الرف الأوسط، ما بتاخدش وقت. أخدت معايا ربع ساعة. تمام، لقيتها احمرت من تحت. خلاص أطفي على طول وأطلع الكحك. تمام، شايفين الجمال؟ حلو جدا، العجينة طرية وجميلة قوي. عملت بقى كل الكمية ما شاء الله. شايفين؟ عملت معايا كمية حلوة جدا جدا من 3 كوب دقيق. هدخلها بقى الفرن. تمام، اهو دخلتها الفرن، طلعت معايا بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله؟ التسوية ممتازة، لونه حلو قوي قوي قوي، مش مستحمل يعني بتقطم كده في ايدي، مش مستحمل خالص، دايب جدا وناعم قوي قوي. شايفين الكحكايه ناعمه جدا جدا معايا. بجد ريحته كانت روعه، روح الموز يعني كانت قلب المطبخ. الريحه كانت فعلا خطيره. جربيه بالطريقه دي وانا متاكده والله ان شاء الله ان هو هيعجبك. شايفين الجمال؟ مفرغ كده من جوه، وتحس ان هو مورق كده. ودي كانت كل الكمية. ما شاء الله جميلة جدا. انا مش هحط سكر ولا اي حاجة، لان انا ان شاء الله هحفظه وهطلعه على العيد باذن الله. لما تيجي تحفظيه حطي تحتيه كيس كده. تمام، شايفين الجمال؟ والتسوية ما شاء الله جميلة قوي. لو انا حطيت سكر دلوقتي السكر كده هيدوب ومش هيبقى حلو، فانا هسيبه كده، وبعدين هبقى اطلعه باذن الله بقى ايه على العيد، واحط عليه السكر وقت ايه الاكل. شايفين ما شاء الله؟ النقشة ما راحتش، التسوية ممتازة، جميل قوي قوي. بجد فعلا اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبكم ايه الفيديو بقى، ياريت لايك وشير واشتراك في القناة، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.